بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شلونكن يا صبايا؟ ايش اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير وانتوا عم تشوفوا الفيديو. وحابة اشكركم على الكلام الحلو والدعم، الله يجبر بخاطركم يا رب. وهلأ خلينا نبلش الفيديو. رح اعمل اول شي وجبة لبنتي، ورح احكي لكم عن هالوجبة بتناسب اي عمر، ومن ايمت بلشت اعطيها لبنتي لاين عمر. الوجبة هي مكونة من الشوفان والتفاح والموز. أول شي رح أسلق الشوفان. أنا رح أحطلها كاسة تقريبا معيار كاسة مع موزة وتفاحة، وأنا ما بحط مي عادية، مية صحة يعني مي معقمة. هلا أنا بلشت هالوجبة مع بنتي من عمر ال6 أشهر. أول شي عطيتها الشوفان لحاله، جربت لها إياه مع الحليب البودرة يعني، وبعدين حطيت لها معه موزة، وبعد فترة حطيت لها تفاحة، بعدين تمر. يعني صرت أجرب كل نوع فواكه معه مشان أعرف إذا في نوع من الفواكه أذاها، أعرف إنه هذا النوع إنه أوقفه عنه. واللهم صل على النبي، أنا حسيت بس التمر شوي حسيته تقيل عليها بعمر ال6 أشهر، يعني أجلته ل8 أشهر صرت أعطيها إياه. هون حسيتها جاعت يعني ما تصبر، قام لهيتها شوي لعبتها لبين ما تستوي الوجبة. هو لازم الوجبة تتحضر قبل بوقت، بس أنا ما كان عندي وقت وفاقت وما لقيت شي أطعم إياها، قام قلت بطبخ لها إياها إنه هلأ. يعني أنا أعطيتها الصبح حليب تقريبا 3-4 مكاييل حليب لبين ما أطبخ لها الوجبة يعني. هلا يا صبايا، بالنسبة للوجبة أنا وقت كنت أعطيها لبنتي عمر 6 أشهر كنت أخفق لها إياها بالمكسر. بعدين على عمر ال7-8 أشهر يعني أخفق لها إياها خفقة بسيطة. بعدين على 10 أشهر والسنة صرت أضغط لها إياها بالشوكة، يعني صارت تحسن لأني طلع لها سنون. بقى أنتوا حسب كل طفل شلون يعني بيقبلها. واللهم صلي على النبي، أنا عم بحس بنتي كل ما كبرت يعني عم بتضل بتحبها لهالوجبة، بقى عم بعمل لها إياها. هون خلصت شبعت، شربتها مي وصار وقت نومتها. هلا وقت صار عمرها سنة صرت أنظم لها نومتها على الظهر مشان تنام بكير مع أخواتها وما تسهر. هون بعد ما نيمتها رح أبلش بالطبخ. هون تقريبا كان الساعة 2 الظهر. رح أعمل لبنية وفريكة إذا الله راد. هون رح أبلش أسلق اللحمة. أنا بحط شوية زيت وبقلي اللحمة. هلا الصراحة أنا قبل وقت كنت أسلق اللحمة كنت أحط اللحمة أحط فوقها مي، يعني أسلقها سلق عادي. شفت كم طباخ هيك يعني وأنا بتفرج على يعني برامج الطبخ إنه بحطوا زيت وبقلوا اللحمة. حبيت أجرب، لقيت يعني إلها نكهة، يعني فرقت شوي مو كتير يعني، بس فرقت شوي. حبيت هالطريقة، وصرت كل ما بدي يعني أسلق لحمة أقلي لحمة. حسيت حتى الزفرة بتطلع قليلة مو مثل وقت اللي بنسلق عادي. هلا أنا حطيت مي سخنة أفضل من الباردة. الباردة إذا حطيت فوقها مي باردة أول شي بدها تشد اللحمة، تاني شي بدها تطول لتغلي. لما بتحطي مي سخنة دغري بتغلي. هون قربت تستوي، حطيت لها ملح قبل ما تستوي، مو وقت اللي هذا غلت، قبل ما تستوي حطيت لها الملح وعفتها. هون حسيت الوقت بكير للطبخ، قلت بطوي الغسيلات لبين يعني ما يجي وقت الطبخ. أنا بالعادة بطبخ على 4 على 5 قبل جاي جوزي بساعة ساعتين مشان دغري يجي الأكل جاهز نحطه، يعني سخن ما أسخنه، ما بحب أسخن الأكل. بحب يعني من جاي جوزي أحط الأكل يكون سخن. هلا حابة أحكي عن تعاليق عم تصلني كتير هون وعلى انستغرام، وفي تعليق كتير ضحكني. وحدة كاتبتلي إنه أنتي لازم ما تسمي قنايتك طيب أم البنات لازم تسمي قنايتك طيوبة الغائبة. إنه ليش ما بتنشري كتير؟ ليش بتضلي فترة طويلة بين الفيديو والفيديو؟ ليش هيك يعني بتغطي إنه لبين ما تنشري؟ هلا يا صبايا، أنا لما بلشت أنشر سواء هون أو على التيك توك أو على الانستغرام، أنا بلشت كتسلية، إنه مو شي ياخد من وقتي، كتسلية إنه شي حلو بحياتي تغيير. بما إنه شفتوا الروتين الطبخ والترتيب والولاد، حبيت يدخل شي حلو على حياتي، إنه كتسلية كفائدة أفيد وأستفيد يعني من كل النواحي. أنا مالي حابة اليوتيوب ياخد من وقتي، يعني يزعج عيلتي بناتي جوزي، يزعجني أنا. يعني أنا إذا ما كنت مرتاحة نفسيتي أو بناتي مرتاحين أو إنه مرتاحة بالبيت مثلا، ما عندي شي، ما بفتح الكاميرا وبصور، ولا حتى بيجيني قبل إنه أبرك أزبط المقطع أو أسجل صوت إذا ما كنت مرتاحة. فهمتوا علي شلون؟ أنا بالنسبة إلي إذا ما كانت نفسيتي مرتاحة ما بحسن بصور، ما بحسن أفتح الكاميرا وأصور، لأني بحس ما بطلع معي شي من قلبي شي حلو. بقى فهمتوا علي؟ أبوس قلبكم يعني، والله لما بطول بتعذروني. هاي أول شغلة. تاني شغلة، أنا من النوع لما بدي أصور مثلا بكون عندي الله لا يقدر مرض، وحدة من بناتي مرضاني، إذا أي مرض سواء قريب أو تعب أو شي، أو أنا تعبانة أو جوزي أو شي،
ما باحسن، ما عندي مثلًا عادة إنه أنا أفتح الكاميرا أنا بنتي مرضانة ادعوا لها، أو أنا بنتي مرضانة اعذروني كذا، لأ، ما باعرف، باغيب، باطفي التليفون، بابعد، بالتهي بولادي، بالتهي بحياتي كذا، إنه لبين ما أحس إنه يعني البيت نفسيته ارتاحت وكذا ما ضل عندي شي راسي ارتاح هون باصور. وأنا متل ما قُلت لكم وبارجع باعيد، أنا مالي حابة اليوتيوب إنه يأثّر على حياتي، إنه ولادي يتضايقوا أو جوزي ينزعج أو أنا أتضايق يعني لمّا أنا أقعد أصوّر أنا متضايقة لأ ما باحب. وبالنسبة للصبايا سألوني على المنظمات وترتيب اللبس يا صبايا. هلأ المنظمات هدول أنا أخدتهم من موقع ترنديول، هو أوقاتًا بينزلوا عروض على البيم وعلى اليوزبير كمان، بس أنا أخدتهم من ترنديول هنّن بييجوا قياسات large وmedium وsmall. الsmall يعني للقطع الصغيرة، الmedium للقطع الكبيرة، الlarge يعني للبناطرين، البلوزات بيسع بقلبه. هلأ هون استوت اللحمة، رح أصفّي اللحمة وأصفّي المرقة مشان أبلش بالطبخة. هلأ بما إنه يعني صرت أدخّل بالروتينات طبخاتي وطريقتي بالطبخ يا صبايا باتمنى منكن إنه أنا لمّا باطبخ طبخة هي طريقتي، مو الطريقة الأصلية أو مثلًا أصول الطبخة هيك تنطبخ. أنا باطبخ شلون بتحب عيلتي، شلون عيلتي بتقبل. هلأ في طبخات بنحط لها توم، في طبخات بنحط لها بصل، أنا بجوز عيلتي بتحبها بتوم ما بتحبها بصل، بس هي أصولها بتوم. فهمتوا علي؟ لازم نحترم آراء بعض، يعني هلأ في من الصبايا وقت كنت أنشر أنا على التيك توك وأطبخ إنه مو أصولها هيك وما بتنطبخ هيك وغلط عم تطبخيها ومو هيك، لأ، أنا باطبخ شلون بتحب عيلتي. هلأ أنا هون حطيت اللبن، أنا باحط لها بيضة ما باحط نشا للبن، ما بعرف ماني مجربة، باجرب بيضة والحمد لله يعني ما بفرط معي اللبن. هون عم باحرك اللبن، بضل باحركه لبين ما يغلي، بس غلاه راح أحط له من مرقة اللحمة. هون ما استحكمت إنه أنا لازم حدا يصب لي المرقة وأنا أحرّك، هون كتير خفت يفرط اللبن لإني ما استحكمت، أنا عم باحرّك أحط المرقة، يعني ما كان في حدا يساعدني، بقى الحمد لله يعني مشيت على خير وما فرط. وهون حطيت لها الرز، غسلت رز وحطيت لها، أنا باحط لها توم، في عالم ما بيحطوا لها توم، أنا باحط لها توم. هون غلت، رح أحط اللحمة لأني اللحمة حسيتها شوي بدها لسه يعني إنه تستوي أكتر، قلت باللبن يعني بتستوي على السوا، حطيتها وقت غلى الرز يعني صار الرز مو مستوي. هون قربت تستوي حطيت لها شوية نعناع، وهون الطبخة صارت جاهزة. شوي بدها حطيتها على نار واطية لبين ما أطبخ الفريكة. هلأ رح أطبخ الفريكة، أنا بحط معلقة سمنة بقلي الفريكة، وبعدين بحط مرقة اللحمة إذا كان عندي مرقة لحمة، إذا ما كان في مرقة لحمة بحط مي عادية، وبقلي الفريكة بدهنة، يعني ما بقليها بسمنة، يعني بقليها بسمنة بس وقت اللي بدها تطفى وتستوي بحط على وشها دهنة هيك بتطلع أطيب، ما بعرف كل واحد له طريقته. وشغلة تانية أنا ما بعير، يعني ما بعير المي ولا بعير الفريكة، هيك بحط يعني إنه أنا متعودة، شفتوا نحن يعني ستات البيوت متعودين على الطبخات وعلى المقادير كذا. هلا بالأول كنت أعير والله، بس هيك كل ما الواحد يعني عم بتقدم بالطبخ وبتعلم أكتر يعني بصير إنه والله أولي بالكاسة بالمكيال أعير، حتى لما ماما تعلمني على طبخة قال لها أنت عم تطبخي قيسي لي كم كاسة مي بتحطي يعني للأكل مشان إنه أعرف ما أخربط. هون قليت لها شوية لوز الفريكة مشان أحط على وشها، وهون حطيت الدهنة مشان تنسلى يعني تتقلى مشان أقلي فيها الفريكة. هلأ نحن هون بناكل جنب اللبنية والفريكة بصل أخضر وفجل، وهي صبايا اللي عبقسم فيها بتعطي موديل حلو كتير سواء للفواكه أو للخضرة، إنه هيك بتعطي كزينة. بيجي منها هيك مثل المشط وبيجي منها مثل السكينة، تبعت السكينة بتريح أكتر. هون استوت الفريكة وكل شي صار جاهز على السكب. هون استوت الفريكة، عفتها ترتاح شوي بعدين قليتها بالدهنة، ما شاء الله والله طلعت غير شكل. هلا أنا بصور طبخاتي على الانستجرام صور، وأنا حبيت أعمل طبق فريكة يعني هيك كموديل، أنا عطول والله بجربه بس اللهم صل على النبي مو الفريكة يعني كتير إلها دهنة ويعني وهيك شلون بيقولوا يعني مفلفلة، ما مسكت على القالب لما انقلبتها ما زبطت والله يعني نزلت، بس طلع موديلها حلو ما أشبه شي. هون حطينا الأكل أكلنا خلصنا، حطيت الجلي بالجلاية لأني الجلي اللهم صل على النبي بركة. خلصت حوزة المطبخ ونيمت بنوتاتي، هون عندي شوي
التعديلات رح أفرجيكن هلأ شو رح أعمل. يا صبايا عندي هون بالطرف التاني من المطبخ هون هاد المحل كل ما بصور ببين فيه. بقى قررت وصيت من ترنديول على ورق جدران، يمكن أغلبكن بيعرفوا، قلت بلزقه هون. يعني شوفوا حتى يعني وقت جوزي عم بيشتغل عم بيلزق وعم ببين، يعني كتير ببين، يعني يا محاسفة مقاطع وأنا عم بصور هون لأني مبينة، لو يعني لو حطيت تغبيش أو سمايل عليه إنه عم ببين. فحبيت هالفكرة، قلت إنه إذا بتطلع حلوة، لا والله مصلي على النبي طلعت حلوة، بس والله بعذب، يعني بعذب باللزق وبالقصقصة وبدك تقيسي وكذا، وبس لزق معك لما بدك تشيليه بده يعذبك. والله عذبنا عنه مع إنه المجال صغير بس عذبنا. هلا أنا المطبخ من هداك الطرف كان كمان ملون هيك خمري وسكري، دهنته دهان ضد المي، اللهم صل على النبي، وكتير كويس طلع. ما حبيت أحط من هاد، ما حدا نصحني فيه إنه لأني بيجي عليه مي. بقى جربت هون لأني ما بكت مي هون بس مسح. هون كسبت الفرصة، جوزي عم يشتغل بالمطبخ، صرت أنكش إيش في عندي شي بده تعليق بده تظبيط، صرت أطالع له. عندي هذا العرق صار له زمان طالعته، قلت له علق لي إياه هون بالزاوية، ما بعرف طلع موديله حلو، أنتوا أعطوني رأيكم. لا أنا كنت حابة هالفيديو يكون جولة بالبيت، بعدين غيرت رأيي لأني موصية على شوية أغراض وعندي شوية تغييرات بالبيت بما إنه قرب رمضان. بقى قلت بالمرة قبل رمضان بعمل هيك تنظيفة وبعمل شوية تظبيطات بالبيت والأغراض بوصلوني، بصور بالمرة جولة بالبيت إذا الله راد. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. حبيت الفيديو يكون قصير مشان ما تملوا، وأنا مشان يطلع معي حكي، لأن الفيديو لما عم بكون طويل والله ما عم بلاقي يعني حكي أحكيه على طول الفيديو. ولا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة مشان يوصلكم كل شي جديد. لا تنسوني من اللايكات والتعليقات الحلوة، مع انه اللهم صل على النبي يعني ما بدكم توصايا، عم بتقوموا بالواجب واكتر، يعني الله يكتر خيركم يا رب ويجبر بخاطركم. قبل ما يخلص الفيديو رح احكي لكم عن هذا الورد، كتير صبايا سألوني عليه وقت كنت انشر على التيك توك. يا صبايا هذا الورد مجرد زينة للحلويات، ما بيتاكل وبينحط بالمي جنب القهوة، بس مجرد موديل يعني منظر. ولا تنسوا تكتبوا لي بالتعليقات ايش بتحبوا يكون الفيديو التاني. يلا تصبحوا على خير.